السلام عليكم. في الفيديو ده هنكمل سلسلتنا في تعلم لغة فيجوال بيسك، وهنبدأ مع بعض أول مشروع لينا ونشتغل على ويندوز فورمز اب اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. النهاردة بقى هنتعلم ازاي نضيف أزرار ونتفاعل معاه بالكود خطوة بخطوة، وهتشوفوا قد ايه الموضوع سهل وممتع. أول حاجة قبل ما نبدأ نضيف أزرار ونكتب كود لازم نتعرف على واجهة البرنامج كده سريعا. اول حاجة على الشمال هتلاقوا حاجة اسمها Solution Explorer، وده المكان اللي بيورينا كل الملفات والمشاريع اللي موجودة عندنا في البرنامج. الجزء اللي في النص ده هو المساحة اللي احنا هنشتغل عليها، يعني هنا هنضيف الازرار والنصوص، اي حاجة هتشوفها على الفورم. وفوق عندنا القوائم اللي هي فايل وإيديت وفيو وغيرها، دي بقى اللي منها نقدر نعمل كل حاجة تانية زي حفظ المشروع، تشغيله او اضافة ملفات جديدة. دلوقتي بقى واحنا شغالين على الازرار هنتعرف على كل جزء واحنا بنشتغل خطوة بخطوة. ولما نضغط على ستارت ونشغل البرنامج هتشوف الفورم اللي احنا عاملينه ده هيشتغل، والازرار اللي احنا ضفناها تكون جاهزة للتفاعل. طيب لازم نعرف يعني ايه بقى فيجوال بيسك. هي لغة برمجة من مايكروسوفت، وهدفها الرئيسي انها تسهل علينا كتابة برامج ويندوز بسرعة وكمان بسهولة. اللغة دي تعتبر سهلة وبسيطة للمبتدئين، يعني لو لسه بادئين في البرمجة هتقدروا تفهموها بسرعة. الميزة الكبيرة فيها انها مرئية، يعني تقدر تضيف أزرار ونصوص وصناديق حوار بسهولة على الفورم، وتشوف شكل البرنامج وهو بيتبني قدامك خطوة بخطوة. وكمان أي كود تكتبه في الفيجوال بيسك البرنامج هيشغله فورا، وده بيسهل تجربة التعليم والتطبيق العملي جدا. قبل ما نضيف اي حاجة جديدة في البرنامج بتاعنا لازم نفهم يعني ايه فورم. الفورم ده باختصار النافذة او الشاشة اللي هيتعرض فيها البرنامج بتاعك، يعني كل الازرار، النصوص، الصور اللي احنا هنتعلمها مع بعض ازاي نضيفها. كل حاجة هتشوفها في البرنامج هتحطها جوه الفورم. لو اتخيلنا كده البرنامج زي بيت، يبقى الفورم ده هو الغرفة الأساسية اللي احنا هنشتغل فيها. دلوقتي بقى يا جماعة لو عايزين نضيف فورم جديد في طريقة سهلة. أول حاجة هنروح على قائمة بروجكت من فوق وهنختار منها Add Windows Form. بعد ما نضيفها هتظهر معانا في Solution Explorer. دلوقتي بقى لو عايزين نضيف فورم تاني هنكرر نفس الخطوات. من قائمة بروجكت هنختار Add Windows Form، هندي اسم للفورم الجديد، وبكده هتبقى عندنا دلوقتي 3 فورمز جاهزين بقى نشتغل عليهم. الحاجة هنتأكد اننا واقفين على اول فورم اللي عايزين نضيف عليه زرار. دلوقتي هنتوجه للقائمة فوق وهنضغط على فيو. بعد كده هنختار Properties Window. Properties Window دي هي المكان اللي من خلاله نقدر نتحكم في خصائص اي عنصر على الفورم، سواء الفورم نفسه او الزرار اللي احنا هنضيفه. يعني لو احنا اخترنا اي فورم هنا هنقدر نغير اسمه، النص اللي مكتوب عليه، لونه، حجمه، وكمان مميزات كتير تانية. دلوقتي بقى احنا واقفين على فورم 3 وبنشوف الخصائص بتاعته في البروبرتيز ويندو. لو حبينا بقى نرجع ونشتغل على فورم 1، كل اللي احنا هنعمله هنروح ونضغط على فورم 1، وهتلاحظوا ان البروبرتيز ويندو اتغيرت تلقائي وبتعرض دلوقتي خصائص الفورم 1 بدل فورم 3. يعني كل ما نقف على اي فورم مختلف البروبرتيز ويندو بتتحدث على طول علشان نقدر نعدل خصائصه بسهولة. دلوقتي بقى احنا واقفين على فورم 1 في وضع الديزاين. ممكن نلاحظ ان المساحة دلوقتي للفورم صغيرة شوية. عشان نكبرها عندنا كذا طريقة. نقدر نمسك حواف الفورم ونكبره بالدراج كده لحد ما يوصل للحجم اللي احنا عايزينه، او نروح على البروبرتيز ويندو ونلاقي خصائص اسمها سايز ونغير القيم بتاعتها يدويا للطول والعرض اللي يناسبنا. ولما نقول اننا واقفين على الفورم في وضع الديزاين ده معناه اننا شغالين على تصميم واجهة البرنامج بصريا. يعني هنا مش هنكتب كود، لكن هنضيف أزرار، نصوص، صور، وكل العناصر اللي هيظهرها البرنامج للمستخدم. دلوقتي بقى هنتعلم ازاي نضيف زرار على الفورم. أول حاجة هنتوجه للقائمة فوق ونضغط على فيو. بعد كده هنختار تول بوكس. هنا في التول بوكس هنلاقي كل الأدوات اللي ممكن نضيفها للفورم. هنبحث عن البutton. عندنا كذا طريقة عشان نضيفه. نقدر نعمل دبل كليك على زرار وهيظهر على الفورم مباشرة، او نسحبه بالماوس دراج اند دروب ونسيبه في المكان اللي احنا عايزينه على الفورم، وبكده هيظهر معانا الزرار على الفورم. وكمان كده جاهز نغير الخصائص بتاعته ونكتب له كود للتفاعل. دلوقتي بقى بعد ما اضفنا زرار على الفورم هنلاحظ كده حواليه نقاط صغيرة. النقاط دي بتخلينا نغير حجم الزرار بسهولة. بعد كده لو عايزين نغير النص اللي مكتوب على الزرار هنروح على البروبرتيز ويندو على الشمال كده وهنلاقي خانة اسمها تكست
وهنكتب فيها مثلا نيكست، وهنضغط على اي مكان فاضي على الفورم وهتظهر معانا كلمة نيكست، وبكده هيظهر على زرار الكلمة اللي احنا كتبناها وجاهز للتفاعل في الكود بعد كده. لو عاوزين نغير حجم الزرار هنمسك اي نقطة كده ونكبر او نصغر الزرار حسب المساحة اللي احنا عايزينها. دلوقتي بقى عاوزين نضيف زرار تاني على فورم 2 عشان نرجع للفورم اللي قبلها. اول حاجة هنروح على فورم 2 وهنروح للقائمة فوق ونضغط على فيو، هنختار تول بوكس، هنبحث عن بutton هنقدر نضيفه على الفورم دبل كليك او نسحبه بالماوس دراج اند دروب، يعني بالسحب والافلات. بعد ما احنا اضفناه هنروح على properties window يعني نافذة الخصائص، هنغير الخصائص بتاعها، هنغير النص المكتوب على الزرار من تكست هنغير button 1 ونكتب previous، وكده هيكون جاهز للتفاعل بالكود بعد كده، بحيث نقدر نرجع من فورم 2 للفورم اللي قبلها. هنضيف كمان زرار previous على فورم 3 نفس الخطوات بالظبط. دلوقتي بقى هنقف على فورم 1 وهنضغط دبل كليك على زرار نيكست، هيفتح معانا صفحة جديدة اسمها form1.vb، وVB ده امتداد الملفات الخاصة بلغة الفيجوال بيسك. الصفحة دي بقى هي صفحة الأكواد، أو بمعنى تاني دي المكان اللي بنكتب فيه سينتاكس أو أوامر اللغة اللي هي لغة VB.net. يعني هنا بنكتب الكود اللي هيشغل الأزرار أو الفورم، يعني هنا بنكتب كلام لغة البرمجة اللي الكمبيوتر بيفهمه عشان ينفذ الأوامر اللي احنا عايزينها. لازم نفهم يعني ايه سينتاكس، دي كلمة معناها طريقة كتابة الكود. كل لغة برمجة ليها سينتاكس خاص بيها، يعني ليها طريقة معينة بنكتب بيها الأوامر. يعني مثلا اللي بنكتبه في الفيجوال بيسك مش هو اللي بنكتبه في لغة تانية زي جافا سكريبت أو بايثون، كل واحدة ليها اسلوبها وطريقتها. يلا بقى بينا نفهم السنتكس ده مع بعض. هتلاحظوا بقى ان اول حاجة مكتوبة عندنا هي public class form 1 وتحت خالص مكتوب end class. الكلام ده بقى معناه ايه؟ ببساطة كده كلمة class يعني صف او قالب، وده المكان اللي بنحط جواه الاكواد اللي تخص الفورم دي بس. يعني كل فورم ليها كلاس بتاعها جواه الاكواد اللي بتتحكم في الازرار والحاجات اللي فيها. يعني ايه بقى كلمة public؟ معناها عام او مفتوح للكل. يعني ايه؟ يعني الكود او الكلاس اللي مكتوب قبله public ممكن اي جزء تاني من المشروع يشوفه او يستخدمه، وهنفهم ده مع بعض بعدين. تخيلوا كده ان عندكم مدرسة وجواها فصول كتير، لو الفصل public يبقى اي حد من المدرسة يقدر يدخل يشوفه، لو كان private يبقى بس اللي جوه الفصل ده اللي يقدر يشوفه. ده معناه ان الكلاس بتاع الفورم دي مفتوح ومسموح لاي كود تاني في المشروع انه يشوفه او يتعامل معاه. كل كلاس ليه اسم. فورم 1 ده الاسم الخاص بالفورم دي، والاسم ده البرنامج بيستخدمه عشان يربط بين الكود وبين التصميم اللي احنا هنعمله. ينفع نغيره بس لازم نغيره من خصائص الفورم نفسها، مش يدوي من الكود، عشان البرنامج ما يتلخبطش بين التصميم والكود. قبل ما نكتب اي حاجة لازم نفهم يعني ايه حدث event. الحدث ده حاجة بتحصل اثناء تشغيل البرنامج، زي لما المستخدم يضغط على زرار، يكتب في تكست بوكس، او يغلق النافذة. يعني مثال لما نيجي نعمل كليك على زرار، الحدث هنا اسمه كليك. دلوقتي بقى جوه الكلاس بتاع فورم 1 هنلاقي كود مكتوب كده. طيب ايه بقى ده؟ الكود ده ببساطة هو الحدث او الايفنت اللي بيشتغل لما نضغط على الزرار اللي اسمه بutton 1. كلمة private معناه ان الكود ده خاص بالفورم دي بس، مش اي فورم تانية تقدر تستخدمه. وكلمة sub دي اختصار لكلمة subroutine يعني اجراء صغير، يعني جوه السطر ده بنكتب الاوامر اللي عايزين تحصل لما المستخدم يضغط على الزرار. والجزء اللي بين القوسين ده بقى بيدي البرنامج شوية معلومات عن الزرار اللي اتضغط عليه، بس في البداية مش لازم نحفظ الكلام ده كله. المهم نفهم ان ده جزء من شكل الكود. وhandle the button 1 dot click دي معناها ان الاجراء ده بيتنفذ لما نضغط على زرار button 1. وبعدين تحتها end sub دي معناها اننا بنقول للبرنامج خلاص الكود اللي جوه الحدث ده انتهى هنا، وده معناه لما المستخدم يضغط على الزرار ده نفذ اللي انا هكتبه هنا جوه الكود. وصب واند صب ده مكاننا، يعني كل الاوامر اللي عايزين الكمبيوتر ينفذها لما الحدث ده يحصل بنكتبها جوه الاتنين دول. يعني كل حاجة بين الصب واند صب هي اللي هتتنفذ لما المستخدم يعمل الكليك. انا دلوقتي عايزة لما اضغط على زرار نيكست مثلا الفورم الحالية دي تختفي والفورم اللي بعدها دي تظهر. اول حاجة هكتب كلمة مي، يعني انا الفورم اللي واقفين عليها دلوقتي. يعني مثلا انا لو فورم 1 فكلمة مي دي بتشير لفورم 1. لما نكتب مي دوت هايد والاقواس بتاعتها يعني بنقول للبرنامج خلي الفورم دي تختفي مؤقتا. بعدين السطر التاني فورم 2 دوت شو
يعني افتح الفورم اللي اسمها فورم 2، وكلمة شو دي معناها اظهر او اعرض. ممكن حد يلاحظ ويقول لي ليه بعد هايد وشو في كده قوسين؟ القوسين دول لازم يتحطوا لان هايد وشو اسمهم دوال او functions او methods، ودي معناها اننا بنطلب من البرنامج ينفذ فعل معين. فالقوسين كأنهم بيقولوا للكمبيوتر يلا شغل الفعل ده، خلي بالكم من غيرهم مش هيشتغل الكود. تعالوا بقى نجرب نشغل الكود ونشوف اللي احنا عملناه ده هيشتغل ازاي. عندنا كذا طريقة نقدر نشغل بيها الكود. اول طريقة هنروح فوق خالص ونضغط على الزرار الاخضر اللي فيه شكل السهم مكتوب عليه ستارت، ده بيشغل المشروع كله. او نقدر نستخدم اختصار الكيبورد نضغط على F5، ودي اسرع طريقة لتشغيل البرنامج. بعد ما نضغط على ستارت البرنامج هيبدأ يفتح الفورم اللي هي فورم 1، ولما نضغط على زرار نيكست هتختفي الفورم الاولى وتظهر الفورم التانية زي ما كتبنا في الكود. طيب تمام، دلوقتي بقى عايزين نرجع من الفورم التانية لفورم واحد تاني، فهنيجي على فورم 2 ونقف على زرار بريفيوس وهنضغط دبل كليك، هيودينا على صفحة الأكواد الخاصة بالفورم دي اللي هي اسمها form2.vb. هتلاقوا فتح معانا كود مكتوب فيه كده. طيب احنا هنكتب الكود بتاعنا فين؟ هنكتب الأوامر بين الكلمتين sub و end sub. والحاجة هكتب كلمة مي معناها أنا الفورم الحالية اللي احنا وافقين عليها دلوقتي، يعني لو احنا وافقين على فورم 2 فكلمة مي بتشير لفورم 2 نفسها. أما كلمة هايد فدي معناها اخفي، كأننا بنقول للبرنامج اخفي الفورم اللي أنا فيها دلوقتي. ولما أكتب فورم 1.show افتح الفورم اللي اسمها فورم 1، كلمة شو معناها اظهر أو اعرض. فببساطة خالص لما المستخدم يضغط على الزرار هيخفي الفورم الحالية وهيظهر الفورم اللي اسمها فورم 1. تعالوا بقى نجرب الكود اللي احنا كتبناه ونشوف هيشتغل ازاي. هنروح فوق ونضغط على الزرار الاخضر اللي مكتوب عليه ستارت، البرنامج بقى هيبدأ يشتغل وهيفتح معانا اول فورم اللي هي فورم 1. دلوقتي هنضغط على زرار نيكست، هتلاحظوا ان الفورم الاولى اختفت وظهرت الفورم التانية اللي هي فورم 2. ولما نضغط على زرار بريفيوس الفورم التانية هتختفي وهتظهر تاني الفورم الأولى. تعالوا بقى نروح على فورم 3 ونضغط دبل كليك على زرار بريفيوس اللي عندنا هناك، هيظهر لنا كود فيه سطرين مكتوبين بين برايفت سب واند سب، وده المكان اللي بنكتب فيه الكود بتاعنا. والكود ده معناه ان اول ما نضغط على زرار بريفيوس الفورم التالتة هتختفي، وده اللي بيعمله مي دوت هايد، وبعدها هيظهر فورم 2 وده اللي بيعمله فورم 2 دوت شو. يعني زرار بريفيوس ده بيرجعنا خطوة واحدة لورا. تمام، دلوقتي بقى عايزين نكمل ونضيف زرار نيكست على فورم 2 عشان يودينا على فورم 3. اول حاجة هنروح على فورم 2 ونفتح من قائمة فيو، هنختار تول بوكس ونختار بادن ونسحبه ونضيفه على الفورم، وبعد كده نغير اسمه من البروبرتيز ونسميه نيكست. بعد ما نضيف الزرار ونغير اسمه هنضغط دبل كليك على الزرار، هيفتح معانا كود جديد زي اللي كنا عملناه لزرار بريفيوس، بس ده حدث جديد للزرار ده اللي هو بادن 2. هنكتب بقى كود بين صب واند صب بالشكل ده. مي دوت هايد الفورم الحالية اللي هي فورم 2 هتختفي، فورم 3 دوت شو الفورم التالتة هتظهر. كده زرار نيكست بيودينا خطوة لقدام من فورم 2 لفورم 3، وزرار بريفيوس الفورم 3 بيرجعنا خطوة لورا. دلوقتي بقى نقدر نضغط على ستارت او F5 ونجرب البرنامج. اول حاجة هنبقى على فورم 1 هنضغط على زرار نيكست هيوصلنا على فورم 2. فورم 2 فيها زرار نيكست وزرار بريفيوس، لو ضغطنا على بريفيوس هيرجعنا تاني لفورم 1، لو ضغطنا على نيكست هيودينا لفورم 2، لو ضغطنا على نيكست على فورم 2 هيوصلنا على فورم 3، ومن فورم 3 لما نضغط على بريفيوس هيرجعنا على فورم 2. فهمتوا دلوقتي زي الكود اللي احنا كتبناه بينقلنا خطوة لقدام او لورا بين الفورمز؟ يعني كل زرار بيعمل حركة معينة والبرنامج بينفذ الكود اللي احنا كتبناه جوه الصب. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة عن التناقل بين الفورمز في الفيجوال بيسك دوت نت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو في اي نقطة مش واضحة او مش فاهمينها اكتبولي في الكومنتس وهرد عليكم. سلام.